السلام عليكم. النهارده هنعمل الفايش الصعيدي على اصوله من ايدين سعيديه تحت اشراف اختي الصغيره. النهارده هقدم لكم خبره السنين من الصعيد ذات نفسه، من اول خميره السمسم لحد تحميص الفايش وصوت القرمشه القمر اللي انتم شايفينه ده. مكونات اقتصاديه وبتدي كميه ما شاء الله كبيره، وعندنا في الصعيد شتاء صيف لازم يكون موجود للفطار الصبح وكمان ساعات العشاء. فيلا كده سريعا نشوف كل التكات اللي موجوده فيه، واوعي تعدي اي حاجه. هقول لك ازاي الخميره تطلع معاكي كويسه لو انت اول مره بتعمليه او بيفشل منك، برده هقول لك تعملي ايه علشان تتفادي الحاجات دي. هقول لك كمان التسويه، وهنعمل تكه حلوه جدا وانت بتعمليه علشان حتى لو ما عندكيش خبره فيه تعرفي من نفسك كده ان هو اختمر. ويلا بينا بقى. من الناس اللي بتمسك التليفون كتير بتتفرج على الانترنت، فهسيب لك لينك تطبيق حلو جدا بتقيمي فيه منشئين المحتوى. عن تقييمك ده بتحول لنقاط، والنقاط دي بتتحول لفلوس، فلو ظهرت قدامك يا ريت تقيميني تقييم كويس اللي يجي من وجهه نظرك. هسيب لك اللينك في اول تطبيق. يلا كده سريعا نبدا مع بعض ونقول بسم الله. هنبدا اول حاجه وهي تحضير خميره الفايش. انا النهارده هحضرها معاكم بالسمسم، واختي قالت لي هي افضل حاجه ممكن تعملي بيها الفايش علشان ما تتشهرش. احنا عندنا في الصعيد في خماير معينه لو حد كان جاي من السوق وشافها بتتشهر، يعني الخميره ما بتنجحش او العيش ما بينفخش او ما بينجحش معاكي. اخدت هنا 3 معالق من السمسم الني، هبدا ان انا اضربهم كده ضربه سريعه في مطحنه الخلاط. وعندي برطمان ازاز تكوني معقماه، يعني مغسول كويس جدا، وهبدا اقلبه زي ما انتم شايفين كده على عين البوتاجاز لمده نص دقيقه كده احنا بنعقمه. هنا السمسم بعد ما اديته كده ضربه سريعه في المطحنه هو مش مطحون خالص، يا دوبك هو اتكسر معايا او بقى سمسم مجروش اللي هو السمسم الابيض. الخميره بنعملها بالسمسم الابيض مش السمسم المحمص. هنحط بعد كده على 3 معالق من السمسم، 3 معالق طبعا يكونوا كبار. هحط كمان معلقه كبيره من السكر، ده هيسهل معانا خصوصا ان احنا في الشتاء الخميره بتاعتنا تخمر بسرعه. بعد كده كوبايه حليب تكون على النار وبتغلي، يعني تنزل من على النار مغليه على البرطمان على طول، ما تكونش دافيه ولا سخنه، لازم تكون مغليه. تمام كده. هننزل بقى على البرطمان بتاعنا، هننزل كده بكوبايه. انا بصراحه ما عيبتش، بس هو بالنظر كده كوبايه يعني. بعد كده هديله تقليبه، وهبدا اقفل البرطمان بتاعي كويس جدا على قد ما اقدر. وبعد كده هبدا ان انا اضفي البرطمان ده ممكن كل فتره وفتره، خصوصا في الشتاء، ان انت مثلا تدفي البوتاجاز وتحطي البرطمان جواه علشان يخمر معاكي بسرعه. احب افكركم ان احنا مش حاطين اصلا اي خميره، لا بيره ولا خميره فوريه. طيب لو كان في الصيف، الصيف اصلا مش محتاج اي حاجه، ممكن تحطيه في ضلفه مطبخ بياخد معاكي بالظبط 15 ساعه او نص يوم وهتلاقيها خمرت. اما في الشتاء خميره الفايش بتطول شويه، فعلشان نساعدها يا اما هنطلعها في الشمس مثلا لو موجود عندنا شمس، وبعد الشمس ما تروح ندخلها تاني ضلفه مطبخ، او ندفلها الفرن كل شويه ونحط الخميره علشان تخمر. طيب اخدت معايا قد ايه؟ انا عملتها واحده الظهر، تاني يوم كده بصور معاكم واحده الظهر، يعني اخدت معايا يوم كامل. طب افرضي خمرت وانا مش مستعده اخبز دلوقتي، يبقى هنحطها في الثلاجه لحد ما نيجي نخبز. بعد كده هنطلعها نريحها او نخليها تستعيد كده نشاطها على الرخامه ساعه. بعد كده ابدا ان انا اعجن عليها. نجاح خميره الفايش للفقاعات والفتحات اللي انتم شايفينها دي، بتبقى عامله كده زي خليه النحل كلها فتحات، والشرش بتاعها بيكون مترصب كده من تحت. واول كده ما نيجي ندلقها تقوم عامله بوم زي ما انتم شايفين. السمسم بيكون من فوق وطبقه الشرش بتكون فاصله من تحت كده. نعرف ان شاء الله ان الخميره معانا او العيش بتاعنا هيكون باذن الله ناجح. بعد كده هنزل ب3 كوبايات من الدقيق عليهم كوبايه من الميه الدافيه، وهبدا اقلب الكلام ده كله كويس. طيب لو انت اول مره بتعمليه ما تحطيش 3 كوبايات دقيق، حطي نص كيلو من الدقيق. ليه؟ علشان الخميره السايله اللي لسه اول مره بيخبز فايش مش هيعرف لها قوي. تمام. فلو انت اول مره بتعمليه مش هتحطي 3 كوبايات، هتحطي نص كيلو من الدقيق. انا حطيت 3 بس لان الحمد لله يعني خلاص ايدي اخدت عليه. هبدا اقلبه، هتكون في قوام الزلابيه كده بالظبط. بس كده خلاص هبدا ان انا اغطي برده البوله دي واسيبها تخمر. طيب في الصيف هتاخد معانا قد ايه؟ لو انت بتخبزي في الصيف هتاخد بالظبط معاكي ساعتين، اما في الشتاء بتاخد معاكي من 3 ساعات ل4 ساعات. تمام كده. برده لازم ان انا ادفيها كويس جدا لحد ما الاقيها خمرت وطلعت الفقاعات او خليه النحل الصغنططه، الدوائر الصغيره المفتوحه قدامك دي كده. خلاص دي تاني خميره. هنبدا بعد كده نعمل الخبيز نفسه او عجينه الفايش نفسها. الكاميرا كانت فاصله فرجعت تاني الحليب اللي انا فضيته في الحله ورجعت تاني صورت. هنا نزلت بكوبايتين من الحليب الدافي. هنزل نص كوبايه سكر، نص كوبايه سمسم محمص، ربع معلقه ملح، ومعلقه بيكنج باودر صغيره. دي بقى للهشاشه والطراوه القطنيه بتاعه الفايش بتاعنا، ملهاش علاقه خالص بالتخمير او برفع الفايش. زي ما قلنا الفايش الصعيدي لا بيتحط له لا خميره فوريه ولا خميره بيره اللي هو على اصوله، يعني غير طبعا الافتكاسات اللي طالعه دلوقتي، الفايش السريع، فايش الافران، ده حاجه، وطعم فايش الصعيد حاجه تانية خالص. هبدا اقلب كل الكلام ده كويس جدا زي ما انتم شايفين. بعد كده علشان اللون الاصفر بتاع الفايش هنزل بمعلقه كبيره من الكركم. طيب انا لو ما بحبش الكركم ممكن انزل بشعره بسيطه جدا من لون الزعفران. تمام. بعد كده بعد ما قلبته كويس جدا هنزل بقى بالخميره اللي احنا عملناها اللي هي خمرت دي. هبدا انزل على البوله بتاعتي ونظبط بقى الدنيا كده زي ما انتم شايفين. احب افكركم ان احنا كده عملنا خميرتين، الخميره الاولى كانت من السمسم، والخميره الثانيه اللي احنا كسرناها بكميه الدقيق. انا هنا النهارده هعمل 2 كيلو بس من الدقيق، حطيت 3 كوبايات في العجينه وحطيت بقيه ال 2 كيلو دلوقتي خلاص. فلو انت اول مره بتعمليه هتحطي نص كيلو في الخميره، وهتحطي بعد كده الكيلو ونص دلوقتي واحنا بنعجن. هنحط بقى العجين زي ما انتم شايفين كده، وهبدا الم السوائل بالدقيق. وما تقوليش دي بقى عايزه محتاجه ميه ثانيه او محتاجه سوائل، هي مقاديرها مظبوطه على الشعره. ما تزوديش ميه علشان ما يسحش معاكي بعد كده، وما تزوديش دقيق برده علشان ما يكونش ناشف معاكي. هو المقدار بتاعنا هيطلع لكم دلوقتي على الشاشه، 2 كيلو دقيق، منهم دقيق الخميره ودقيق العجن دلوقتي.
هبدا بقى اعجن، وعجين الفايش محتاج قوه شويه، يعني محتاج كده تخلصي النيه فيه شويه وتسمي كده وانت شغاله ويتعجن كويس علشان يطلع معاكي قطن كده من جوه باذن الله. بعد ما شربت كل حاجه، اخر حاجه عندي ببدا ان انا اعملها كوبايه سمنه سايحه، سمنه سايحه ودافيه، ببدا ان انا احطها. طيب لو انا اول مره بعمله، طب ما كده هيبقى تعب عليا واحس ان هو مشقه. هتعملي ايه؟ هتحطي نص السمنه دي مع السوائل اللي احنا حطيناها، الحليب والخميره ومش عارفه ايه في الاول، ونص دلوقتي. ولكن لو انت عايزاه فعلا قطمته تبقى حلوه جدا وطعمه حلو كده والسمنه كمان باينه فيه، يبقى هنحط كوبايه السمنه في اخر حاجه خالص زي ما انا حطيت كده. ولكن لو هيكون تعب عليكي في العجن، حطي نص السمنه في السوائل ونصه لفي بيه العجينه بعد ما تخلصي تماما. انا كده حطيت كوبايه السمنه، مجرد ما هتبداي تلفي العجينه هتحسي ان ايه ده العجينه باظت واتقطعت، لا خالص، هي بتتشرب كده وبتلف نفسها بالسمنه، وبعد كده هتبقى تحت ايديكي زي الملبن اهو. زي ما انتم شايفين خلصت كل حاجه، العجينه شربت السمنه معايا تماما، والعجين معايا بصوا على قوامه ما شاء الله متماسك وناشف جدا، مش قوام سايل او بيلزق في الايدين خالص، وايديكي بقت نظيفه تماما. كده خلاص هسيبها بقى في البوله اللي انا عجنت فيها دي، وهبدا ان انا اسيبها تخمر براحتها، وده شرط اساسي لنجاح الفيش بتاعنا. طيب اخذت قد ايه خمور بالظبط؟ انا عجنتها 2 بالليل، 6 الصبح كنت بقطعها، يعني اخذت معانا كام كده 4 ساعات خمور. 4 ساعات في الشتاء، اما في الصيف ممكن تاخد معاكي من ساعتين مثلا من ساعه ونص لساعتين كده. خلاص بعد ما عدى عليها اللهم بارك اللهم بارك 4 ساعات كانت بالشكل اللي انتم شايفينه ده، الشتاء غير الصيف. وبرده بعد ما عجنتها دفيت لها الفرن وقمت حطها كده ودخلت نمت. صحيت كده بعد الفجر زي ما انتم شايفين على الساعه 6 كانت اللهم بارك. هنيجي بقى للتشكيل، وانا بشكل عجينه الفيش او صوابع الفيش لازم ايدي تكون مدهونه سمنه، مش اي ماده ثانيه، ما ينفعش ادهنها زيت مثلا يعني، لا. تمام. ببدا بعد كده اصبع الصوابع اللي انا عايزاها، اذا كنت عايزاها كبيره عايزاها صغيره، وما تنسيش ان الصباع ده حجمه هيتضاعف لسه. ببدا بقى كده اخد الصباع حوالين ايديا وانا دهنه ايدي ماده دهنيه اللي هي السمنه، وابدا بقى الفه يمين وشمال والفه كده. وانت بتلفي الصباع يعني خدي بالك يكون في خط مثلا، يكون في تشققات لازم تقفليها علشان ما تفتحش معاكي في الفرن. الصاج كمان اللي انا هحط عليه الفيش لازم يكون مدهون سمنه، مش اي ماده ثانيه. وطبعا فيش وتصبيع لازم تقعدي على الارض، انسي موضوع ان انت واقفه ده، لان هو بيبقى ممتع جدا وانت قاعده على الارض، وبياخد كمان وقت معانا. فهنبدا كده زي ما انتم شايفين، ببدا اخد كده حته على ايديا، وابدا ان انا اول حاجه الفها زي كوره، احافظ كده على الهواء على قد ما اقدر. بعد كده ابدا ابرمها بين ايديا، شكله ناعم جدا لا تشققات ولا اي حاجه. هنا بقى تكه التسويه، لو انت اول مره بتعمليه مش هتعرفي هو خمر امتى ولا عمل امتى، هتسيبي بين كل صف والتاني عقله صباع، علشان لما يجي يخمر العقله دي هتختفي تماما والعيش كله هيلحم في بعض. من هنا بتعرفي ان هو اختمر. انا عملت الصاج اهو لسه ما كملش اللهم بارك، وكمان اللي باقي عملته في القالب ده. ما ينفعش خالص اعمل مثلا صفين بس جوه الصاج ونص الصاج يكون فاضي، ليه؟ لان الفيش ده بيتمدد، يعني ممكن الصفين دول يكونوا صفين بطول الصاج كله. تخيلي بقى، مش فيش بقى، ده هيطلع معاكي صوابع فينا او بقسماط مش عارفه يعني. المهم طالما عملت فيش اعمل بقى كعكتين لنفسي، بقوم حاشيهم كده سمنه بلدي واقوم مبططاهم، ودول بكونوا في السر يعني كده وانا بسابق والبيت كله نايم طبعا بهوات، بقوم واكلهم كده. المهم بعد ما صبعت الفيش بتاعي هبدا برده ان انا ادفي الفرن، لو احنا في الشتاء، لو في الصيف بطلعه في الشمس او بسيبه على رخامه بيخمر معايا. طب بياخد قد ايه؟ في الصيف ممكن ما يكملش معاكي ساعه، اما في الشتاء اخد معايا ساعتين ونص. يعني انا كنت خلصت تقطيع الساعه 8، الساعه 10 ونص بالظبط كنت بشغل الفرن. بصي لسه عقله الصباع اهي زي ما هي، انا سايبه عقله هنا وعقله هنا، بدا الصف اللي فوق يختمر شويه، هنا العقله اختفت والفيش اتمدد على بعضه زي ما انتم شايفين. وكمان الصباع رفع لحافه الصاج، ما كانش واصل كده لحافه الصاج. وكمان الوش بتاعه لازم يكون ناشف تماما. التكات دي كلها كانت اختي هي اللي قايله لي عليها، لان انا كنت فاشله جدا جدا في عمل الفيش، ربنا يبارك لها. ليه يكون الوش ناشف من فوق؟ علشان لما يخش الفرن ما تلاقيش الفيشيه بتاعتك مرقعه، شويه متحمرين وشويه صفر وشويه ابيض، لا. ودي زي ما قلت لكم اختي ربنا يبارك لها في اولادها اللي علمتني الحاجات دي بصراحه. كده خلاص اختمر تماما، العقله اختفت، الحجم بتاعه اتضاعف، وش الفيش بتاعي بصباعي كده بالراحه الاقيه ناشف كده. خلاص خدي بالك بقى الفتحات اللي انت شايفاها في كام صباع دول هيخشوا الفرن وهيتفتحوا، فعشان كده وانت بتصبعي قفلي اي تشققات او اي فتحات في الصباع قبل ما تعمليه. هنسخن بقى الفرن بتاعنا على اعلى درجه حراره، وهندخل الفيش بتاعنا رف اوسط بالظبط 5 دقائق. اول ما لقيت نفخ كده زي ما انتم شايفين وحجمه اتضاعف، هبدا اهدي النار اقل من الوسط، لو انت بوتاجاز بقى بتايمر وكده على درجه حراره تقريبا 160 او 170 مثلا. بس كده خلاص هسيبه بقى لحد ما ينس تماما، ينس يعني يستوي من جوه علشان ما يطلعش معاكي معجن كده. خلاص اشيل بس جنب، لا اول ما الاقي كده الجنب اتحمر وخد لون ذهبي كده حلو، ابدا اشغل الشوايه لو الوش بتاعه لسه ما احمرش. اخد معايا في الفرن بالظبط قد ايه؟ 25 دقيقه. اول 5 دقائق على نار عاليه، بعد كده هديت النار على درجه حراره 160 170 وسبته لحد ما استوى تماما، واخر 5 دقائق شغلت الشوايه علشان يتحمر من فوق. بطلعه من الفرن اسيبه يهدى شويه بساط، يعني ما يبردش خالص، لا يهدى كده شويه. وبعد كده ابدا اقلب الصاج بتاعي وابدا افتل او افتح كده الصوابع عن بعضها. اللهم بارك طالع يعني منتفخ جدا وحجمه ضاعف وكان طري قوي. عندنا في الصعيد ده بقى بياكلوه طري كده عادي، اول ما نكون خابزينه بنحشي جبنه او كده ندهنه زي التوست جبنه، ونبدا ان احنا نتعشى بيه او نفطر بيه الصبح. ولكن كل الكميه اللي باقيه بتتحمص في الفرن. بنحمصها ازاي؟ بعد الفيش ما يبرد تماما، ودي خطوه اساسيه عشان يطلع معاكي من جوه هايش وكمان ما ياخدش وقت في الفرن. هبدا ارص الفيش بتاعي في صاج مش مدهون اي حاجه بالشكل اللي انتم شايفينه ده. هدخله بعد ما اسخن الفرن بتاعتي كويس جدا، ههدي الفرن على اهدى درجه حراره فيها، وهدخل السيجان دي رف اوسط، وهقفل كده الفرن بتاعتي لحد كده اول ما الاقيه من تحت احمر اقوم قلبه الفيش الناحيه الثانيه. اول ما يحمر من ناحيتين زي ما انتم شايفين ببدا ان انا اطلعه، بيكون مقرمش وكفايه حرفيا على راي اختي، يعني ريحته في البيت بصراحه كفايه ريحه الفيش ده في البيت، مقرمش وحلو جدا وما شاء الله. 2 كيلو بس من الدقيق طلعوا لنا الكميه دي. حد هيقول لي طب بتاع الافران ملوش علاقه خالص باللي احنا بنعمله في الصعيد، لا طعم ولا
ولا شكل ولا اي حاجه، يعني ملوش طعم. بتاع الصعيد ده بيكون كده دسم، يعني في سمنه ومعمول كده بالحليب. طيب انا ما بحبش الحليب، هل ينفع اعجن الفايش ده بالميه؟ ايوه ينفع جدا، براحتك. يعني مش عايزه تحطي حليب اعمليه كله بالميه، مفيش اي مشكله. جربوا وهستنى رايكم في التعليقات. مع السلامه.